من بعد غيتوجه عبابو للمقر الإذاعة والتلفازة، واللي كان كيحرص أفراد من قوات التدخل السريع، والليوتنو محمد طايف رئيس الفرقة المكلفة بحماية الإذاعة والتلفازة، اللي حاول يمنع عبابو والرجال ديالو من الدخول، وفي الأخير غيقتلوا عبابو ملي طلق عليه الرصاص. وبدات مواجهة عنيفة بين الرجال ديال عبابو وأفراد التدخل السريع، ودامت هذه المواجهة 10 دقائق تقريبا. وملي تم القضاء على المقاومة دخل عبابو باش يتكلم مع المسؤولين، وطلب منهم يوقفوا بث البرامج ويعوضوها بالموسيقى العسكرية لا غاليط. وطلب عبابو من الملحن عبد السلام اللي كان ما كيشوفش، وقرب ليه الميكروفون طلب منه يردد الإعلان على أمواج الإذاعة. وبدا الملحن عبد السلام كيردد الإعلان: لقد طلعت شمس جديدة وتخلصنا من الملكية، مرحبا بالجمهورية، السلطة الآن في يد الجيش.